يا عصعص، انت عازم حد ولا ايه؟ لا دول ليا. كل دول ليك؟ انت طر يا عم ولا ايه؟ بص يا اكسلانس، احنا بنصوم رمضان علشان نحس بالفقراء والمساكين، بالتعب والمشقه. الصحه بتيجي على الصيام، ده اللي انا وانت اتربينا عليه، بس اللي احنا كبرنا عليه ده حماده، واللي بيحصل دلوقتي ده حماده تاني خالص. بص، في نظريه كده لسه مألفها دلوقتي بتشرح سبب كل تصرفاتك العشوائيه دي يا عصام. ايه ليها سبب واحد، انت خايف الناس تاكل وشك، خايف يفتكروك بخيل وجلده وبتستخسر، فبدل الحاجه بتجيب 2 و3 و4، ولو في عرض 5 وعليهم واحده هديه بيبقى عسل قوي، بس بتشيل ورقه قلقين محدش يعرف. بس الفشخره الكدابه هي اللي جايبانا ورا، هي دي مشكلتنا يا عصام. يا عم وانا مالي يا عم، كل الناس كده. ما هو بس ليه؟ يعني انا ليه لغايه دلوقتي لسه بفطر باكل اول يوم رمضان؟ ما نعمل اكله ناكلها وتخلص عادي، بكره نبقى نعمل غيرها. لكن انا ذنبي ايه اكل اكله بايته بقالها 3 ايام لحد دلوقتي، وبعد ما بتبوظ بنرميها في الاخر لقطط الشارع؟ لا انا ليا ذنب اكل اكل بايت، ولا القطط ليها ذنب يجي لها تلبكات معويه؟ ده غير بقى العصير اللي ما تفهمش مكتوب علينا. يعني احنا في البيت ما حدش بيحب العرق سوس، كل ما حد ينزل يطلع معاه ازازه عرق سوس. طب ما هو في 5 في الثلاجه شاهدين ان ما حدش بيجي جنبهم، ليه كل ده؟ انا مش فاهم. انا فاهم ان من الكرم ان احنا نجيب اكل ومشاريب كتير في العزومات وبتاع، بس ده انا وانت يا عصام الموضوع مش مستاهل كل ده يعني، فاهم؟ الو. اي يا ماما، حضرت السحور خلاص؟ طيب ماشي هجيب عيش وانا جاي. حاضر. عايزه بكام؟ 80 جنيه.